الورقة والقلم كانت صاحبتي في رحلة طويلة قوي من الاكتئاب. هي صاحبتي في لحظات كتيرة قوي من الأوجاع. بالورقة والقلم بكتب أفكاري، وبالورقة والقلم بكون ممتنة لحظات كتير في حياتي. أي مشاكل نفسية بتلاقي فيها حل ليه علاقة بالورقة والقلم. إننا جينا الدنيا بورقة وقلم وهنمشي كمان منها بالورقة والقلم. حسيت إن الرحلة اللي ما بين الورقة دي والورقة دي رحلة طويلة قوي، محتاجين فيها نعرف إن الورقة والقلم دي هي أهم أداة لينا. أوقات كتير بيكون عندنا مشاعر كتير قوي متلخبطة، بيكون عندنا أفكار، بيكون عندنا خطط وأحلام، بيكون عندنا آلام وأوجاع، حاجات كتير قوي بنتلخبط فيها في حياتنا، ودايما بنسعى للتوازن. البودكاست دي فيها نفكر مع بعض ونستكشف مع بعض الطرق ان نكون احسن ونوصل فيها للتوازن اللي احنا محتاجينه. حياتنا عبارة عن 5 جوانب. اول جانب هو نفسك، علاقتك مع نفسك. تاني جانب هو علاقتك مع الاشخاص المحيطة بيك سواء قرايب او اصحاب. اهم علاقة هي علاقتك بربنا، الحاجة اللي بتعملها في دينك، الروحانيات. رابع علاقة هي علاقتك بالمال. وخامس علاقة هي علاقتك في العمل. 5 علاقات بنحتاج في كل حاجة فيهم اكشنز مختلفة، وبنحتاج ان احنا على قد ما نقدر نوازن ما بينهم. في رأيي بقى التوازن ده كله بيجي في الورقة والقلم. وأتمنى من خلال البودكاست دي إني أكون خفيفة قوي على قلبكم، ونوصل للتوازن اللي محتاجينه، وندور على حلول لحاجات كتير ومشاكل كتير بالورقة والقلم. على فكرة، أنا هدير رؤوف، ودي بودكاست بالورقة والقلم.